بالدليل كريستيانو رونالدو ودى شعبيه النصر في حته تانيه خالص. كشفت وكاله انباء صينيه عن نفاذ جميع التذاكر المخصصه لمباراتي النصر في الصين في نهايه شهر يناير الجاري، وده بعد طرحها بساعات امام الجماهير. الجماهير الصينيه اشترت كل التذاكر علشان يتفرجوا على الاسطوره البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو بيلعب مع النصر السعودي ومع نخبه من النجوم زي تاليسكا واوتافيو وبروزوفيتش. المباراتين هتكون يوم 24 و28 يناير الجاري، وده دليل على نمو شعبيه النصر اللي الجماهير بقت بتتابعه زي كبار انديه اوروبا. حقيقي ما جاش ومش هيجي لاعب في كره القدم بحجم تاثير كريستيانو رونالدو. هو انت فاكر ان مبابي لما يجي ريال مدريد هيبقى مرتبه اعلى من بيلينجهام؟ تقريبا كده يا ابو الكباتن ريال مدريد هيقول له مفيش منه الكلام ده. راتب مبابي في ريال مدريد لن يتجاوز راتب بيلينجهام. قال جوزيب بيدرو مقدم برنامج الشرنجويت ان كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في حال انضمامه الى ريال مدريد في الصيف المقبل لن يتجاوز راتبه راتب الانجليزي بيلينجهام، لان ريال مدريد لن يسمح بتواجد فجوات بين رواتب اللاعبين. ده لو افترضنا فعلا ان مبابي جه. فهل يا ابو الكباتن تتوقع بالفعل انضمام مبابي الى ريال مدريد ولا لا؟ محمد صلاح داخل افريقيا مع منتخب مصر المره دي وناويها. شفت يا ابو الكباتن الفيديو المتداول لمحمد صلاح على السوشيال ميديا وهو بيرد على احد الحاضرات في ميران منتخب مصر عن كميه الطاقه والتلقائيه في الفيديو ده؟ حرفيا سؤال من ام لابنها اللي بيرد بمنتهى الادب. بس انا عاوزك تتفرج على اللاعبين وهما بيضحكوا على الموقف. خد بالك المواقف اللي زي دي بتقلل الضغط على اللعيبه وبتخليهم مش متنشنين وبيلعبوا لعبهم، وهو ده دور القائد. فما بالك بقى القائد يبقى محمد صلاح اللي من اساطير الدوري الانجليزي. ولما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معسكر منتخب مصر في العاصمه الاداريه الجديده، صلاح قال للرئيس المره اللي فاتت ما كناش محظوظين، قصده في النهائي امام السنغال، بس المره دي نوعدك ونوعد الشعب المصري كله اننا نبذل كل جهدنا ونجيب البطوله لبلدنا. فهل تتوقع بالكباتن من يتوج بالبطوله؟ مقارنه صادمه بين رونالدو وميسي في اخر سنتين. يستمر تالق كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خلال الفتره الاخيره، وده خلاه يحقق العديد من الارقام القياسيه واخرها الفوز بلقب هداف العام 2023. وفي مقارنه ممكن تبلغ صادمه بين رونالدو وميسي في اخر سنتين. عندك ميسي سجل 37 هدف مع باريس سان جيرمان وانتر ميامي، وده خلال عامين ونص وتحديدا من اول انتقاله الى باريس سان جيرمان 2021. اما كريستيانو رونالدو فسجل 54 هدف مع النصر في عام واحد، متفوقا على ميسي صاحب ال 37 هدف في عامين مع فريقين. المقارنه دي في صالح رونالدو مش بس في ارقام الاهداف، ده كمان مع تقدم رونالدو في العمر عن حامل لقب كاس العالم. لو انت المدرب ومعاك الاسطوره كريستيانو رونالدو وفرانك ريبري ومعاك محمد صلاح ورياض محرز والاسطوره ليونيل ميسي وبيلينجهام، مطلوب منك يا ابو الكباتن تجسد مدرب جامد جدا وتختار تبدا بثلاثه اساسي وتحط لاعبين فقط على الدك وتبيع لاعب فيهم. بسيطه اهي. يلا يا ابو الكباتن شغل دماغك، عاوزك مدرب عقر وريني هتعمل ايه بقى. انا سايب لك النادي.